ازيكم عاملين ايه؟ حبة تريكس كده مهمة قوي وانت بتعمل دايت بلان. اولا خلي بالك من الكالوريز اللي داخلالك، خلي بالك من نوعيات الاكل، حاول يبقى فيه حركة خلال يومك. حتى لو مش قادر تشترك في جيم او مش عارف تروح عشان وقتك او ايا كان، حاول يبقى فيه حركة، تلكك، انزل هات حاجات من السوبر ماركت، اتحرك في المكتب، اتحرك في البيت، انزل اعمل مشاوير. حاول يبقى فيه حركة خلال يومك. حاول يبقى الكالوريز ان اقل من الكالوريز اوت، يعني تطلع اكتر ما تاخد. ليه؟ عشان تفقد دهون. لو عايز تزيد في الوزن يبقى الكالوريز ان اكتر من الكالوريز اوت، مع ان انت تبيلد ماسلز. ممكن نعمل ليه فيديو لوحده. طيب ايه تاني؟ حاول تركز ان الفيتامين تبقى كويسة في جسمك. حاول تنوع في العناصر الغذائية اللي بتدخلها، النشويات والبروتين والدهون والخضار والفاكهة، نوع فيهم. دخل كمية ألبان كويسة، بس تشوف الألبان المناسبة ليك اللي مش بتتعبك، عشان لو في حاجة بتتعبك معايا. حاول يبقى الميزان كل فترة كبيرة، بلاش كل يوم، بلاش يوم ويوم. حاول مثلا يبقى مرة كل أسبوع، مرة كل أسبوعين، بس لازم يكون في ميزان تحت إيديك تتابع بيه البروجرس اللي انت ماشي عليه، عشان ما تلاقيش الوزن طلع مرة واحدة. بلس ان انت برضو ما يجيلكش الحسس بتاع ايه، انا زدت النهاردة، انا قلت النهاردة. ممكن الزيادة اليومية او اليوم ويوم دي نتيجة تخزين مية، نتيجة قلة النوم، نتيجة زيادة التوتر. كل الحاجات دي بتفرق معانا. دي شوية تريكس كده انا قلت اقولها لكم. حاول تتابع من خلال البروجرس بتاعك مقاسات اللبس بتاعك. يعني كنت بتلبس مثلا اكس لارج، تلبس لارج، يبقى انت شغال كويس حتى لو الميزان مش بينزل قوي. لو انت البنطلون ما كانش بيقفل عليك قوي بقى يقفل دلوقتي كويس، مرتاح شويه، يبقى انت ماشي حلو، كمل. وكل شويه تابع نفسك. لو عندك اي سؤال ابعتلي. ولو عايز تتابع معايا، انا عامله باكجز شامله المتابعه اليوميه، وكمان داخل فيها ان زيارات العياده بنتفق فيها مع بعض ايه انسب مواعيد تجيلي فيها. لما بتبعتلي ببعتلك PDF فيها كل التفاصيل. لو محتاجين اي حاجه ابعتولي. ميرسي ليكم خالص.